أنا أشوف ناس عندهم خوف من الطيران. نعم. مع كل اللي قلناه هذا. صحيح. طبعا هو ينقسم لأشياء كثيرة، الخوف من الطيران، من حتى الحالة اللي هو عايش فيها النفسية، من ضغط الوظيفة، من ضغط الحياة كله، ممكن يسبب له، يوصله إلى أنه هو يكون عنده خوف من الطيران بسبب حالة صارت له أو خبر سمعه أو شيء شافه. صحيح. الطيارة سبل الأمان فيها وايد عالية. الطيارة مبنية على أمان. إذا السفر ما كان آمن في الطائرة ما راح تشوف انتشار واسع هذا لسبل الأمان. بالضبط. الخوف من الطائرة ممكن يعطل حياتهم، يعطل مشاغلهم، يعطل كل شيء فيها. طبعا. مهم أنه هو يكون ملم في عالم الطيران، ملم في الشيء اللي خوفه عشان يتخطى هذا الشيء. حلو. ولازم يحرصون يعرفون أن الشركة نفسها والطيارين والطاقم الموجودين كلهم موجودين لسلامته. صحيح. وهم اللي يتبعونه، كله يصب في سلامة الطائرة وسلامة الراكب. نعم. فإن شاء الله أتمنى للجميع سفر آمن وسفر ممتع في نفس الوقت. ونتمنى لك التوفيق بإذن الله، عسى الله يطول بعمرك ويحفظك وقواك الله. وتحياتي لك ولكل من يعمل معك في الخطوط الجوية الكويتية وفريق طاقم الطائرة بشكل عام. إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. عسى الله يحفظك إن شاء الله. احنا مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم سافر بأمان.